الغزال الفرنسي يصدم باريس سان جيرمان. كيليان امبابي يوجه صفعة قوية لفريقه ويتحرك من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد. صدمة في باريس. وفقا لصحيفة ليكيب، كيليان امبابي أبلغ إدارة الفريق عدم رغبته في تفعيل بند تجديد تعاقده لموسم جديد. عقده مع النادي الباريسي ينتهي في صيف 2024. إدارة فريق العاصمة ترى أنه يجدد الآن أو يتم بيعه في الميركاتو الحالي للاستفادة منه ماليا. ورط باريس سان جيرمان امبابي يتخذ أولى خطواته للانتقال إلى ريال مدريد. يبدو أن المهاجم الفرنسي كيليان امبابي قد بدأ في اتخاذ أولى خطواته نحو الانتقال إلى فريق ريال مدريد الأسباني. إذا كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن إرسال اللاعب خطابا لنادي باريس سان جيرمان بعد تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي. النجم الفرنسي كان قد مدد تعاقده مع باريس لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، وينتهي تعاقده مع باريس بنهاية الموسم المقبل. ووفقا لكيف فإن امبابي أرسل خطابا رسميا لباريس سان جيرمان يخبره بعدم تفعيل بند التجديد لموسم إضافي تحت أي ظرف من الظروف. وأشارت الصحيفة إلى أن باريس قد يتجه لبيع اللاعب خلال الصيف الحالي للاستفادة منه ماليا، وذلك قبل أن يرحل بشكل مجاني بنهاية الموسم المقبل. امبابي يخدع الملكي. وعاد الحديث مجددا عن مستقبل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان امبابي الذي كان مطلوبا بقوة في ريال مدريد الأسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بالموسم الماضي. النجم الفرنسي صاحب ال 24 عاما كان قريبا في التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي. ويتابع ريال مدريد النجم الفرنسي الشاب منذ عام 2020، لكن جماهير الميرينجي اعتبرت انها تعرض للخداع من جانب امبابي الذي فضل البقاء مع ناديه بعد مماطلة طويلة. وحصل امبابي على جائزة افضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي والذي توج باريس سان جيرمان به. وانتقل امبابي الى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 18 مليون يورو كثاني اغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. وخاض امبابي 26 مباراة مع باريس وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 اخرين. ديخيا والدوري السعودي. عروض مالية ضخمة. الأندية السعودية تتحرك لخطف ديخيا من مانشستر يونايتد الإنجليزي. كانتي وقع رسميا على عقود انتقاله لاتحاد جدة. وقع النجم الفرنسي ناجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي على عقود انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وفي انتظار الإعلان الرسمي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.